الحالة النفسية ممكن تؤثر على نتائج عملية الحقن؟ الحالة النفسية. طيب هو في زمان كنا بنقول لا، يعني إجابة السؤال دوت لا ما بتأثرش، لكن دلوقتي أقدر أقول لك بتأثر. ليه بقى؟ لأنه من كتر الدراسات اللي اتعملت ومن كتر عدد الحالات الضخم اللي عمل عمليات حقن مجهري في دول مختلفة، منها دول أوروبية ودول أمريكية ودول عربية، فبقى في عندنا statistics، يعني إحصاء. فوجدوا مؤخرا إنه العامل النفسي له دور. لو قلنا حتى إن هو إحنا عندنا في الحقن المجهري فيه أسباب أولية وأسباب ثانوية. الأسباب الأولية دي اللي هو أي دكتور متخصص في الحقن المجهري يقدر يشخصها، اللي هي متعلقة ببطانة الرحم، متعلقة بجودة البيضات، متعلقة بسن الزوجة، متعلقة بتحليل السائل المنوي. دي ممكن نقول عليها أسباب أولية بنتعامل معاها. في بقى أسباب ثانوية مش ظاهرة قوي قدامنا. من ضمن الأسباب الثانوية ديت هو العامل النفسي. ففي بعض الناس وجد حتى في الحمل الطبيعي مش في الحقن المجهري أكيد بس، وجد انه لما بيتحسن موضوع العامل النفسي ده عندهم بيحملوا، بدليل ان احنا لما بيكون عندنا مثلا مريضه unexplained infertility او تاخر حمل غير معلوم السبب، نحاول معاها شهر واثنين وثلاثه واربعه ونقول لها بصي بقى استريحي شويه انت وجوزك، روحوا اتفسحوا كده ولا اعملوا اي حاجه شهرين ثلاثه كده، وبعدين تعالى لنا ان شاء الله عشان نمشي في برنامج الحقن المجهري. نفاجئ ان هم جم في الشهرين ثلاثه دول حامل. فده دليل ان هي لما شالت الموضوع من دماغها والاسترس الفظيع اللي كان عندها، كل شهر الدوره جت الدوره جت الدوره جت وعياط ومناحه وحماتي وماما والكلام دوت، اول ما شالته من دماغها وقلنا لها خلاص تفسحي شويه بقى وتعالي لنا بعد 3 شهور، حملت. فالعامل النفسي له دور، له دور في الحمل الطبيعي وله دور في الحقن المجهري.